كنت بشتغل ويتر وسيرفيس على ترابيزه. فانا كنت فت كده وفورمه الاول، وانا كنت مهتم بجسمي جدا. كنت بسيرفيس على حد، فهو يعني الكوبايه مثلا يعني وانا بنزله الكابتشينو فاسمها سيلت، يعني الكابتشينو نزل من حته، فهو بالكوبايه وراح رازعها في وشه. فانت في موقف انت بتتعلم في الشركه ازاي تتحكم في نفسك، ما ينفعش تغضب اصلا. فانت كل اللي انت بتعمله ان انت بتروح تنادي المدير، او هو مثلا شخصيه مش كويسه اللي انت بتنادي بوزيشن اعلى منك. فده حز نفسيتي قوي، ان هو انت بتعمل فيا انا كده ليه؟ يعني انا عملت لك ايه؟ ولا خلاص هي دي غلطه ممكن تقول لي خده وبدله واجيبه لك تاني. فكان اكتر المواقف تحت السيرفيس ان احنا في ناس كتير غير سويه فبتتعالى قوي. فاللي هو لا انت ليه بتتعالى؟ يعني احنا مهما وصلت من حاجه لحاجه فاحنا كلنا ولاد تسعه في الاخر. فانا دي كانت من الاسباب اللي خلتني ان انا ادوس على نفسي، مش عايز حد يعمل فيا كده. يا اهلا بيوم يوم يا يوم يوم. إيه الاخبار؟ ايه الاخبار؟ والله انا عامل ايه؟ انا بشوفك بجوع جدا على فكره. حبيبي يا كريم. ايه الاخبار؟ كله حلو. عامل ايه؟ كله حلو يا انت؟ مجوعنا ومغدينا ومعشينا ومتخنا. بتخنكوا بس. انت انت مين؟ انا ابراهيم صلاح، مؤسس وشريك في يوميوم. يعني اشتغلت شغلانات كتير قوي، وفي الاخر يعني دلوقتي انا في يوميوم. احنا اول كلاود كيتشن معمول في مصر، ما كانش حد عامل الفكره من الاول. واول لما ابتدينا اللي احنا نعمل الفكره كل الناس بقت مستغربه، ومين هيجي ياخد منك اوردر، ومين هيامنك ان هو ياكل وانت بتعمل اكل في البيت هو مش شايفك، وانتوا مالكوش مكان ولا لكوا اي حاجه. فالناس كانت مستغربه الفكره في البدايه. حلو. بس انا عايز اعرف بقى، لا، ابراهيم اصلا قبل ما يبدأ المشروع يوم يوم وقبل ما يدخل في يوم يوم انت اصلا خريج ايه؟ طيب انا كنت في الثانويه العامه، ما كنتش بروح الدروس، ما كنتش مهتم بالدراسه شويه، كنت بشتغل في المعمار في الرخام. كنت بحب المهنه قوي، فقعدت اشتغل فيها فتره حلوه لغايه سنه اولى جامعه. كنت عايز اغير الكارير خالص، فابتديت ان انا اروح مكان كان فاست فود، يعني مكان مشهور. قعدت اشتغل فيه حوالي سنتين، كان تانية وتالتة جامعه، لغايه ما خدت احسن ستاف عندهم في اخر سنه. بعدين انتقلت اللي انا اشتغلت في مكان تاني ويتر بمرتب اعلى. بعدين اترقيت من ويتر بقيت باريستا، وبعدين سيرتيفايد باريستا، وبعدين اتخرجت. جيت اتخرجت فانا من كنت حقوق، اتخرجت من حقوق عادي انا جدا. اتخرجت من حقوق القاهره، حلو. بس انا ما كنتش بدرس خالص صراحه، تمام. كنت بروح على الامتحانات وبذاكر قبلها بيومين وخلاص كده. تمام. اتخرجت، كنت عايز ان انا اغير برضو الكارير بتاعي، فقدمت في شركة شحن دولية، واتقبلت فيها من اول مرة. كان يعني انا مش احسن حاجة في الانجليش، فكان الانترفيو كله انجليش، فطلبت منه ان انا اتكلم بالعربي فوافقتني وقبلتني يعني. اصلا اصلا اقنعتها بالعربي. انا اتكلمت الانترفيو كله كان عربي، قلت لها بعد اذنك، عرفت نفسي طبعا، وبعدين قلت لها ممكن اكمل الانترفيو بالعربي، قالت لي تمام قشطه كمل. ساعتها انا كان معايا كذا حد من اصحابي بيتكلموا انجليش كويس جدا، الحمد لله انا بس اللي اتقبلت فيهم، لأن انا كنت بتكلم معاها بتلقائيه والاكسبيرينس في الشغل اللي فات، فهي كانت عايزه حد يعني مختلط ليه تجارب اكتر. حلو. بس اشتغلت قعدت سنه. السنه التانية دخلت علينا كورونا، اشتغلت من البيت، وبعدين من كمبيوتر. اشتغلت ايه من بيت؟ كنت بشتغل خدمة عملاء، كول سنتر. كول سنتر ماشي. حلو. وميل وكده، فمش كول سنتر صريح قوي. ماشي. بعدين كورونا دخلت علينا وانا قاعد في البيت، فمن كمبيوتر الشركة رحت مقدم في بنك ما، وعملت 3 انترفيو، بعدين اتقبلت، رحت سايب الشركة ورايح البنك. اشتغلت 3 شهور بالظبط، ما استحملتش الصراحة ان انا بكون موظف، فسبت البنك وكنت بشتغل في التجارة الإلكترونية، كنت ببيع ساعات وببيع ميك اب وحاجات من دي. خصوصا ان انت اصلا هدفك انت عايز كاش. انت عايز كاش، انت بتحب الشغل اللي يجيب لك كاش عشان تعرف تعمل حاجه لنفسك. انت اصلا كموظف مش هدفك. انا ضد الصحيان بدري تماما، انا يعني اصلا. بظبط 100 منبه عشان اصحى. ويعني كنت بخلي ناس كتير قوي تقعد تصحيني وانا ما بصحاش.
وضد ان انا حد يديني اوردر، يعني انا ضد الفكره دي تماما. دايما كده لما كنت بشتغل في اماكن انا كنت عايز ابقى زي الناس دي، انا عايز انتوا بتعملوا ايه وانا عايز اعمل زيكم. عندك طموح. يعني حلو. عملت حاجات كتير قوي فشلت، يعني هي مش فشلت، خلينا نقول ان هي تجارب ما نجحتش بس ادتني خبره. بالظبط. هو عامة لكل نجاح بداية فشل. اكيد، أنا بحب الفشل عشان بنجح بعده. عشان بننجح بعده. بالظبط. مظبوط. طيب أنت دلوقتي قاعد في البيت، اشتغلت أونلاين، بتبيع ساعات ب- ميك اب، اوكي. الكلام ده كله، وبعدين؟ وبعدين كان كل الناس بقى حد يسيب البنك ويروح يبيع ساعات ويفضل قاعد في بيته. هو الناس مش شايفه ان انا بشتغل، هو الناس شايفه ان انا خلاص سبت البنك وقعدت في بيتنا. فكل الناس بقى كانت شايفاني اللي انا خلاص عقلي ضرب. هم مش شايفين ايه اللي بيحصل او انا بشتغل في إيه. انا بشتغل في حاجه حره، يعني مم. حاجه لو انا مثلا تعبت واجتهدت قوي، فانا لو هاخد 10 جنيه، فال 10 جنيه دي جايه لي جهدي كله رايح ليا، صح. مش رايح لحد تاني. أوكي، فانا أنت كنت كنت اللي هو أنا عايز أتعب بس لنفسي. بالظبط. تمام. فالفكرة دي كانت عندي من زمان قوي، يعني فانا كنت حتى في المعمار كنت بحب ان انا اخد شغل مقاولات، يعني اللي هو مثلا في 100 متر سيراميك، فبدل ما اجيب مثلا 3 4 يطلعهم، ممكن انا اخد الشغل كله واقعد اطلعه مثلا على 3 4 ايام، بس اخد الفلوس كلها. برافو. هو فكر مادي بحت بس. هو مش مادي على فكرة، هو فكر ان انت عايز توصل لحاجة معينة فهتتعب لها بجد. بالظبط. مش عايز اللي يعيشك، انت عايز اللي يخليك فوق مستوى المعيشة العادية، وفي مظبوط. نفس الوقت تعرف تعمل بيزنس لنفسك وتجيب فلوس لنفسك من غير ما حد ياخد منك حاجات كتير قوي، مجهودك بالذات. مظبوط. بس تمام، اوكي. فبعد ما انا كنت شغال عادي اونلاين وببيع ساعات والناس شايفه ان انا مش شغال، ويا ابني محدش يسيب الوظيفه وحد يسيب بنك ويروح يشتغل كده يبيع ساعات، والناس شايفاك ازاي الشكل العام عامه. ف كان الحاجات دي بتضايقني، بس انا ما كنتش شايف اي حاجه من الحاجات دي، حلو. كنت شايف غير انا حاطط لنفسي هدف انا رايح اعمله. توصل. مش هعمل اي حاجه. كان بقى في 2019 جربت مع اختي وصديق ليا ان احنا نعمل اكل. انا بحب الاكل جدا جدا، بس ما بعرفش اطبخ تحب تاكل؟ جدا. انا بحب الاكل بطريقه صعبه يعني. ماشي. فكان اي حد مثلا بيعمل اكل ولا اي حاجه بياخدوا رايي، لان انا يعني كده صريح، هو حلو او وحش، مش هقول لك في النص. تمام. فعملنا تجربة، ابتدينا ان احنا عملنا صفحة كان اسمها بيتي في 2019، وابتدينا ان احنا نعمل سبونسر على الانستجرام. آه، جالنا حوالي 3 اوردرات، كانوا بمبلغ بسيط. يعني انا فاكر انا كنت دافع اعلان ساعتها 400 جنيه، والاوردرات كانت ب 300 جنيه. اصلا اصلا بالسالب. طب بالسالب. فاكر اول اوردر انت عملته وتكلفته اصلا كانت كام؟ اول اوردر كان الكفته بالرز وصلصه والرز بالشعريه كان جنبها، كان تكلفته حوالي 120 جنيه، وكنت بايعه ب 80 جنيه ساعتها. بكام؟ 80. خسران فيه 40 جنيه؟ خسران، لاني مش فاهم في الحاجه وداخل اللي هو انا فاكر انت الموضوع رامي سهل. سعر رخيص عشان تعمل قاعده وتعمل ناس والكلام ده في الاول. انا عايز ابيع في الاول، اصلا. انا مبسوط بالموضوع ومبسوط ان حد طلب مني، يعني انت بتطلب مني ايه ده انا نجحت، ده انا عملت حلو. حاجه. تمام. فابتديت اللي انا واختي احنا تعبنا جدا اليوم ده، وقلنا خلاص بس على كده نقفلها، كل واحد يخليه في شغله وانا ارجع للساحات تاني وخلاص، يعني انت خليكي في الجامعه بتاعتك ونكمل. خلاص قفلنا الموضوع على كده. بعد 5 شهور ما سبت البنك، كنت انا الحمد لله شغال كويس جدا في الساعات. كان ليا صديقتي مها كانت برضو عايزه تفتح بيزنس خاص بيها وتعمل مشروع وكده. فكنا قاعدين مع بعض بنتكلم، قلت لها والله ده انا عملت كذا كذا انا واختي، والموضوع ما نجحش هو الموضوع نجح بس صعب، واحنا ما صعدناش الموضوع صح. قالت لي طب ما يلا، طب ما تيجي نعمل نكرر التجربه تاني. الفكره جات لك بعدها بقد ايه مثلا؟ من ايه بالظبط؟ يعني الفكره جات لك ان انت تكرر الموضوع تاني ومشروع تاني بعد قد ايه ما قفلت بيتي؟ انت قفلت خلاص بيتي وقلت ارجع للساعات. بس فضلت سايبها، كنت حتى منزل فيديو في 2019 وهو لسه موجود على الصفحة، وقلت ان انا اكمل في الساعات، هو ده اللي بيجيب لي فلوس، يعني مش هروح بقى اكمل في حاجة خسرانة شوية. فقلت لها يلا تعالي هنعمل كده. قالت لي يلا. فانا بحب الناس اللي هو احنا هنعمل كده يلا هنعمل كده على مم. طول. في ناس لا تقعد تخطط وتحسب ولازم تعمل كل حاجة بيرفكت، المثالية زيادة ما تنفعش يعني حلو ده. فانت خدت قاعده ورط نفسك.
خش في الموضوع هنشوف ايه اللي هيحصل بعدين، ابدا انت ونكمل يعني تاني خطوه. على فكره دي احسن قاعده بتنجح بجد، ورط نفسك دي فعلا هتكتشف ايه عيوبك وايه اخطائك وانت محتاج ايه ناقصك ايه، وهنتعلم في الطريق. ونتعلم في الطريق. هنخسر بس هنتعلم. هنخسر صح. مش خساره، انا ما خسرتش خالص، احنا اتعلم، كلها كانت تجارب، ما كسبتنيش فلوس بس كسبتني خبره. حلو. فعملت ايه؟ قلت لها هنعمل كذا كذا، قالت لي ده انا بعرف اطبخ وشاطره وي وي. قلت لها طب انا همول الموضوع وانتي هتطبخي من البيت عندك. كان ساعتها في ابلكيشن بيوصل طلبات، وكنا متفقين مع مندوب يجي ياخد مننا الاكل. فمع اول سبونسر عملناه، كنت انا فاكره كان ب 450 جنيه في اليوم، ساعتها من زمان كان غالي شويه في 2020. عملنا سبونسر وجالنا اول يوم حوالي 5 اوردرات، هي كانت بتاخد مني الاوردر وانا كنت باخد عموله على كل اوردر 25 جنيه. طب وانت انت اللي مولت المشروع في الاول؟ مظبوط. كان بكام راس مال؟ كان بكام؟ انا كنت بدفع 450 جنيه في اليوم في 7 ايام، يعني حوالي 2000 و 3000 جنيه. يعني انت عملت سبونسر من غير ما يكون عندك اصلا بضاعه؟ انا ما عنديش اي حاجه، اللي يجي لك تعمله. وانا ماسك الموبايل اللي اتفقت مع حد، انت هتعمل لي ده وانا هسوق لده، انا هدفع الاعلانات وانت هتعمل الاكل وتبيعه، انت تشتري الاكل وهتشتري الخضار واللحمه وكل حاجه، وانت كمان اللي هتوصلها. اوكي، انت بس يعني بتاخد النسبه. يعتبر نسبة. زي وسيط في البدايه. اوكي تمام ماشي. قلت لها، قالت لي قشطه يلا. ومع كلمه انا بحب الناس اللي هو يلا يلا, يلا. مش هنقعد نتردد ونحسب. قالت لي يلا وبدأنا. قعدنا مثلا أول شهرين، احنا الحمد لله المبيعات كانت كويسة في الأول، الفكرة كانت جديدة على الناس لأن ما كانش حد عاملها، فكان عندنا مبيعات وهي كانت بتشتغل لوحدها، فالموضوع كان صعب جدا. يعني احنا لينا ميموريز لغاية دلوقتي بكراتين الطماطم والحاجات دي، فاحنا بنفتكر الحاجات دي ونضحك عليها لغاية وكنت دلوقتي. بتنزل تشتري معايا الحاجات دي ولا لما الموضوع كبر؟ لما الموضوع كبر بعد 3 شهور واتعرفنا وبقى في اوردرات وفي حياة راحة جاية، ابتدينا بقى احنا قلنا خلاص هنجيب شقة، ونجيب الشقة دي هنبتدي اللي احنا نعمل فيها، نجيب مثلا 4 عمال. احنا جبنا ساعتها حوالي 12 عامل في الشقة، وقلنا احنا داخلين على رمضان والناس بتطلب اكتر في رمضان، فنبدأ اللي احنا نوسع من الموضوع. فابتدينا احنا قعدنا ندور على شقه لغايه ما لقينا شقه حد يقتنع اصلا بالفكره اللي انت هتقول له الشقه دي انا هعملها مطبخ. يعني الشقه العاديه انت بتطبخ في المطبخ بس، لكن انت ان انت تعمل الشقه كلها مطبخ كان صعب شويه ان انت تقنع حد بكده. طبعا. فكان لازم حد دماغه بيزنس، هو عايز ايجار بس عشان تبدا اللي انت تقنعه. فلقينا حد دماغه كانت كويسه وكان بيحب الفكره وهو بيحب الاكل، فقال لنا يلا قشطه. وابتدينا المشروع. اول شهر عدى تمام، كنا بادئين ب4 عمال. في الشهر التاني كان معانا حوالي 12 عامل. ما شاء الله. فاحنا كنا مبسوطين جدا. الموضوع كل ده ما كناش احنا بناخد منه ارباح، احنا كنا بنحط مثلا نشتري مثلا بوتاجاز جديد، نشتري حاجه جديده، فكنا دايما بتمول راس المال تاني، بتدفع في راس المال تاني. حلو جدا. كنا بنعمل ده. وطبعا في اخطاء كبيره قوي بقى، فدي كانت بتخسرنا. مثلا حلل المحشي بتشيط يعني. في حاجات ما ينفعش تطلع العميل، لان انت في الاول انت بتحاول انت تهتم بالجوده عشان العميل يجي لك تاني بالظبط. انت بتدفع سبونسر، فانا عايز العميل ده يطلب مني تاني من غير سبونسر عشان انا ابقى اكون مرضي مثلا في المره التانيه. فابتدينا اللي احنا الموضوع كبر ودخلنا على رمضان، والحمد لله كان عندنا مبيعات. احنا كنا مستغربين او احنا بقى نشغل الموضوع ده ازاي، ما كناش عارفين. عنا بعد رمضان لقينا نفسنا دون قوي بننزل. وبعد رمضان مثلا ب6 ايام حد اتصل بيا في التليفون، الحق الشقه بتاعه بتولع. ايه اللي حصل؟ الحق الشقه بتولع. فطبعا صريخ وصوت سويت جنبه، وبكلم شريكتي لقيتها بتعيط ومنهارة واللي هي معها. طب جريت طبعا، يعني أنا في مصر القديمة وكانت الشقة في فيصل. أنا عقبال ما وصلت، يعني المسافة في الطبيعي بتاخد حوالي نص ساعة، أنا وصل في 8 دقايق. رحت المكان لقيت عربيتين مطفي بيطفوا في الشقة وكل حاجة متفحمة. عايز اقول لك السيراميك بتاع الارض مش شايل من الارض من الحراره. يا نهار ابيض. بس ستر ربنا طبعا ان الحريقه ما وصلتش للغاز ولا وصلت محدش الحمد لله حصل له حاجه، ولا حد حصل له حاجه. الحاجه بس هي اللي اتفحمت. يعني أصلاً. عايز اقول لك الديب فريزر بتاعنا كان فيه سفنج. الديب فريزر الفكره بتاعته بتبقى سفنج وبعدين صاج ليه كده قصه تانية. فهو كان على الصاج ده بس، يعني هو ما بقاش فيه بلاستيك ولا اي حاجه.
اتحرق. اتحرق. ايه السبب الحريق؟ محدش يعرف لحد دلوقتي. كان يعني هم قالوا ماس كهربي في الاخر، يعني تقريبا تلاجة عملت ماس، حاجه زي كده. احنا كنا كان ماشيين قبلها بنص ساعه كانت الدنيا تمام. وتفتكر كان في بضاعة قد ايه في المكان ساعتها؟ ساعتها كنا حاطين بضاعه حوالي ب40,000، فهو كان راس المال كله كان 80,000. كله راح. وبعدين بقى اضطرينا ان احنا نجدد الشقه تاني من اول وجديد لصاحب الشقه. ما انت هو كملتوا فيها؟ ما كملناش، هو احنا ما كملناش في الشقه، بس هو الراجل عايزها زي ما استلم. طبعا. فساعتها كان موقف صعب، اللي هو لازم، لا انا عايز شقتي زي ما كانت، ودخلنا في مشاكل شويه مع بعض. ماما قلت له انا هرجع لك الشقه زي ما استلمتها منك وخلاص، والعقد بعد كده منتهي. اتفقنا على كده. قعدت ان انا اظبط في الشقه بعدها 25 يوم تقريبا. طبعا ده صرفت عليها فلوس، وانت اصلا فلوسك كلها اتحرقت. كل حاجه ضاعت بقى، كل حاجه خلاص، ما بقاش فيه ولا بيتي اللي احنا كنا عاملينها، ولا بقى في بوتاجازات، ولا في اي حاجه. الدنيا اتفحمت تماما، ما بقاش في حاجه تاني ينفع ان انت تشغلها غير الحلل. هي الحلل الالمونيا هي اللي ما مسحتش اتحرقتش، هي الحمد لله. اسودت لكن لسه ما بس فيها اتحرقتش. الروح. فيها امل لسه. فكملنا. ساعتها كان والد مها شريكتي، هو الصراحه يعني حد دعمنا جامد قوي في الفتره دي. ما تزعلوش، وده قضاء ربنا، والمؤمن مصاب دايما، بس انتوا بتتعلموا في الاول وفي الاخر. هو كان عنده منزل، يعني ادانا الدور الارضي، قال لنا تعالوا اعملوا الموضوع عندي وظبطوا الشقه التانية بتاعت الراجل، واحده هتبقوا شقه تانية. قلت له خلاص تمام. فجالك الدعم من عند ربنا اصلا عشان تكمل. يعني اللي هو ايه، احنا الحريقه دي كانت يوم الخميس، والله انا مش هنسى اليوم ده. كانت يوم الخميس الساعه 8:30 بالليل. يوم الجمعه احنا كنا بنستقبل اوردرات ما شاء الله. الصبح، يعني بجد. احنا ما توقفناش، يعني كان عندنا الحمد لله عزيمه كانت شديده قوي. فكان يوم الجمعه احنا بنشتغل من بيت. جهزت كل بوتاجازات وحاجات وحاجات تانية، معدات تانية، والخضار وكل احنا حاجة. كنا، هو الراجل ادانا يعني ادانا حاجته يشتغل عليها. اصلا اصلا الراجل انا مش ده هنسى. عزيمة بجد، انتوا كلكم شمرتوا ونزلتوا اللي يعني هو انا داخل اصلا الشقه تاني يوم، انا مش عارف حد، كلهم وشهم مهبب باسود، وكله عمال بيغسل في الحيطان واللي بيعمل. فانا ما بقتش عارف الناس. هم خلصوا بعد الصلاه على طول، كان نصهم بيعمل الاكل راح للبيت التاني، ونصهم قاعد معايا في الشقه عمال نظبط في الشقه ونرممها ونرجعها تاني. وكملنا. كنت انا ماسك صيانه الشقه بقى مع العمال والكلام ده، وهي في التشغيل. قعدنا فتره على كده، وقعدنا نشتغل من هناك. واحده واحده ابتدينا اللي احنا بندخل ربح مع الوقت. احنا مش بس بنقبض الناس، ولا بندفع سبونسر، ولا بنجيب النواقص بقى في بتاعتنا. جزء ربح صغير كده ابتدى بيتقسم في الاخر. كل ده وانا شغال في الساعات، وشايف ان الساعات هي اللي فلوس احسن. الفلوس احسن، لان انا كل ده بدفع من ارباح الساعات في المشروع التاني. تمام. طبعا في الموقف ده كل الناس وقف، انت ما شفتش اللي حصل لك، انت عايز ايه تاني؟ انت عايز علامه ايه تاني من ربنا تقول لك ان خلاص كده ستوب، ما تكملش في الموضوع ده، في حريقه، عايز ايه اكبر من كده؟ فما كانش عندنا ده، كملنا واستمرينا ورحنا في الشقه دي. وبعدين بقى قررنا ان احنا نتوسع في رمضان اللي بعده. خدنا شقه في مكان افضل، في منطقه في وسط البلد. قعدنا نشتغل فيها حوالي سنوي. بعدين انتقلنا للمكان اللي احنا فيه دلوقتي. فين المكان ده؟ احنا حاليا في المقطم. في المقطم. ايوه. انا عندي سؤال مهم جدا. اتفضل. ازاي بتمشي مرحلة توصيل الاوردر؟ ويعني مثلا انا عميل طلبت من يوم، جميل. ايه الخطوات اللي بتحصل معاك كأنت كتشغيل؟ انا كتشغيل بستلم مثلا الاوردر من الساعه 3 ل 5، ومن 5 ل 7، ومن 7 ل 9. مثلا اول 20 اوردر من 3 ل 5. قبل الساعه 3 احنا بنيجي الشغل الساعه 9. كل دي بيكون تجهيزات لباقي اليوم. الساعه 3 بنبدا ان احنا نطلع الاوردرات اللي معانا من 3 ل 5. عندي تيم مناديب، مثلا في حد في اكتوبر، وحد بيروح منطقه المعادي وحلوان، وحد بيروح وسط البلد والوراق والجيزه والحتت دي، وحد تاني بيروح التجمع، وحد تاني بيروح العبور ومدينتي. بنقسم المناديب. انت طلبت اوردر مني، تمام. الاوردر هيوصل لحضرتك، مثلا انت طالب الاوردر الساعه 2 الظهر، الاوردر هيوصل لحضرتك من 6 ل 8 النهارده. في بقى ناس ايه، هو ما ينفعش الاوردر يجي لي قبل كده،
اقول له لا، يقول لي والنبي حاول، بس ده انا مش عارف الاولاد راجعين من التمرين دلوقتي ولازم ياكلوا. والله حضرتك هو انا اثر على عميل تاني؟ الاول كنت بعمل كده، اقول له اه هينفع ومش هينفع، فتيجي مثلا الساعه 6 الاقي في ستات بتصوت في وشي، يعني في حد اتطلق بسبب الاكل الموضوع. فين؟ انا في مفهمك جزء، صحيح، ده حته حلوه دي. ده انت اصلا بصراحه، انا يعني انا حاسس ان في عرسان وعرايس جداد بيطلبوا منك الاوردر على اساس ان هم اللي عاملينه وبيقدموه. ده كل يوم جمعة عندنا أو خميس في عندنا ففي موضوع زي صواني. ده. ده على طول أصلا. أنا يعني بتبقى بقى أكبر مشكلة إيه؟ إن إحنا نتأخر على مين؟ واحدة عازمة حماتها وفي اوكي. أول الجواز وهي ما بتعرفش تطبخ يعني، وبتثق فينا ثقة عمياء يعني. تمام. إحنا التست بتاعنا بيتي قوي، بيتي بحت. أنت مش هتقدر إن أنت تفرق ما بين إن هو معمول في مطبخ أو مطعم تاني. فهي يعني الموقف ده حصل لي فعلا. كانت طالبه اوردر كبير وعازمه حماتها، وهي مفهمه ان هي بتعرف تقريبا الجوازه ماشيه كده اللي هو ملصمه. فطلبت مني الاوردر. كان ميعادها تقريبا كان يوصل الساعه 3 او من 3 ل 3 ونص. بعد الساعه 4 ابتدت تصوت بقى في التليفون، وحماتي جت وانتوا فضحتوني وانتوا. ده صرحة الموضوع، ده قالت لك انا. انا في حد بقى اتطلق يعني، في حد بالظبط، اتطلق. اللي هو الجوازه باظت. ده بتستغفيني ده كله. والله العظيم ده. طيب فبعدين بطلب منك الاوردر، بتاخده الاوردر وتنفذه في كام ساعة مثلا؟ الاوردر عندي بيتنفذ في ساعتين. ساعتين؟ مم. بس انت دلوقتي بقى وصلت لمرحلة ان انت عندك خضار وعندك حاجات، كل حاجة موجودة في المخزن. احنا الاول كنا بناخد الاوردر قبلها بيوم. دلوقتي اصلا مش بنفذ اوردر، انا بنفذ معاك 20 اوردر. بالظبط، اوكي. فانا مش باخد اوردر لوحده، يعني التايم الساعتين اللي انا بحطه من 6 ل 8 انا مش بطلع اوردر ولا 2 ولا 10، لا بطلع 20 اوردر في الفتره دي. وبتجيب حاجتك منين اصلا؟ يعني الخامات نفسها؟ من سوق الجمله، يعني مثلا ممكن نجيب من الساحل. بتروح انت بنفسك؟ لا عندي حد للطلبات. تبعت حد طلبان اه طلبات؟ يعني الموضوع دلوقتي بقى بروفيشنال قوي، بقى الموضوع في حد طلبات، حد توصيل. التوصيل مين بيوصله؟ الكورير اللي عندنا، احنا عندنا حوالي 6 7 مناديب. من عندك بشركات شحن والجو الطلبات والجو؟ لا، لا عندك انت. التيم معايا بيشتغل وفي بيروح يوصل استقرار. كل حاجة. مظبوط اه. الله. يا جماعة بجد انتوا عملتوا حبيبي. حاجة يعني عظيمة بجد. حبيبي. طيب تعال نقول انت وصلت لحد فين دلوقتي؟ راس مالك كان كام وبقى كام؟ خلينا نقول راس مالي لما انا بدأت في يوم، يعني ممكن ندي مثال اللي هو كان مثلا جنيه، حاليا هو ممكن يكون 20. ما شاء الله، الله اكبر. فمع الاستمرارية بس هو الموضوع بيبدأ ان انت تكبر. لكن لو انت وقعت في اول مطب ما كملتش وخلاص والدنيا صعبة، كان زماني لسه ممكن يبقوا 2 جنيه عشان انا بحاول شوية. طيب قول لي، مم. انت ناوي توصل لحد فين؟ يعني ايه الهدف بتاعك؟ انا كان الهدف بتاعي ان انا يبقى عندي فرع في كل منطقة. يعني حاطط استراتيجية الفترة الجاية ان شاء الله ان انا يبقى عندي مثلا فرع في اكتوبر، فرع في فيصل والهرم، فرع في منطقة المعادي، فرع في التجمع، ندخل بقى على بقية المحافظات. لان بالظبط. انا مثلا عندي المنصورة واسكندرية بيطلبوا مني اوردرات كتير جدا وانا مش بستقبل ولا حاجة. انت بتشتغل على القاهرة والجيزة بس؟ القاهرة والجيزة الكبرى كلها، كلها؟ من اول مدينتي لحد الناحيه التانية في اخر اكتوبر في المصانع. ما شاء الله. الحمد لله. طيب فده الخطوة اللي انت وقفت عندها دلوقتي؟ دي الخطوه اللي انا واقف عنها. احنا كان جاي لنا توسع ان احنا نفتح في دوله عربيه. اه. كان شريك داخل معانا بالفلوس و50 50 واحنا معانا حقيه الاداره. بس يعني جه وفاه والدتي من 7 شهور، فالموضوع ما اكملش. كملش. الله يرحمها يا رب. الله يرحمه. مين سبب الهام ابراهيم في يوم يوم، وفي ان هو عايز يعمل حاجة لنفسه بجد؟ مش عايز يبقى موظف، عايز يبقى حر، وفي نفس الوقت بيعرف يعمل فلوس كويسة قوي ومكمل. في شخص جندي خفي اكيد. هو يعني هي مش نرجسيه، بس بكون انا الجندي الخفي دايما، لان انا افكاري كلها كل الناس بتعترض عليها. انا شخص حد بتطق في دماغه فكره يلا جو، انا عايز مثلا معايا الفلوس كلها عايز اشتري عربيه، فانا هنزل اجيب العربيه لو انا عايزها. عايز اعمل اي مشروع جديد ممكن يبقى فاشل يعني. يعني انا مثلا عملت عطاره
قلت فكره العطاره مفيش حد عملت عاملها في مصر خالص. عملت عطاره. يعني عاجبني قوي فكره مكسب العطاره، اللي انت بتشتري حاجه ب 100 جنيه بتبيعها ب 200. فانا كنت شايف ان المكسب في التجاره في مصر في العطاره، فقلت الموضوع مش معمول اونلاين خالص، فيلا احنا هنعمل عطاره. ده قبل يوم وانا في يوم يوم وانت في يوم قلت يعني الموضوع لو فشل ايه اللي هيحصل، هاخد العطاره دي اليوم استغلها في يوم الاكل. بس. وده اللي حصل، يعني الموضوع ما نجحش معايا خالص. يعني ما حدش هيطلب منك اوردر مثلا ربع كيلو فلفل اسود ب صح 50 جنيه ويدفع شحن 80 جنيه. بالظبط. الموضوع غير منطقي. طب عندي سؤال تاني مهم جدا، انت بتجيب اللحوم منين والفراخ منين والحاجات دي انا منين؟ بجيب الحاجات دي من ناس قطاعي، يعني انا بجيب اللحوم من حد عندنا محل عادي جدا بيبيع قطاعي ويدينا لحوم بلدي، بس حد يعني. ثقة. دي اهم حاجه، مش بعترف انا بالمجمدات والحاجات دي. صح. مش الشارع بلدي كله، كله بلدي، ما عنديش حاجه سواء مجمده. بقى طلبت ماعز او بتلو او ايا اي كان. لحمه بستخدمها بلدي، حتى الفراخ والبط والديك الرومي كل ده بلدي. فراخ بلدي كمان. مش هينفع تبقى غير بلدي، لان احنا مميزين بالتست ده. احنا الحاجه فريش، انت جاي لك حاجه معموله النهارده، مش معموله مثلا. يعني احنا مش بنخزن وبنعمل تجهيزات اللي قبلها بيوم ولا قبلها بيومين. لا، كل حاجه بتتعمل لك انت مخصوص، مش بجهز ولما يجي لي اوردر ابيعه. لا، احنا مش بنعمل كده، مم. احنا بنعمل لك انت مخصوص. يعني انت كنائل طلبت مني اوردر، فانا مثلا عامل لك الفرخه دي ليك انت، عامل لك الورق عنب ده ليك انت، مش عامل اللي هو كميه عندي وانت طلبت ما طلبتش. اوكي باي اوردر يعني. تمام. مم. ده ايه العظمه دي؟ والعطاره فشل ازاي؟ العطارة أنا ما حسبتهاش صح. يعني أنا قلت لك بتيجي في دماغي فكرة بحب اللي أنا أبدأ فيها على طول. لو إيه، طالما الفكرة عجباني مش بتسرع، بس أنا حاطط لنفسي إن أنا مش هخسر، وفي نفس الوقت عايز أبدأ، مش عايز حاجة تعطلني. مم. ف... فجبت جميع أنواع العطارة واشتغلت أونلاين. فلقيت نفسي أنا سعري أغلى من السوق. أنا دايما بستهدف طبقة A و A بلس. بحب تبقى حاجتي غالية وحاجتي عشان نضيف كويسة. بالظبط. بالظبط. فانا استهدفت الفئة دي عادي جدا، وابتديت ان انا انزل عطارة بسعرها اللي هو العادي. بس ما فيش ولا اوردر جالي، حتى 3 اوردرات جولي كانوا متكنسلين. يعني ف عندي سؤال مهم جدا. مم. بص يعني لازم نتقبل الفشل في حياتنا، بس في الاوقات دي انت بتعمل ايه؟ يعني انا واحد من الناس، والله العظيم والله العظيم يا ابراهيم بجد، اول ما بفشل انا بضحك ليه؟ عشان الله أنا اتعلمت حاجه جديده، فافرح اكون مبسوط. اللي حواليا كلهم يا ابني انت فشلت، طب اقعد عيط شويه. لا ده انا مبسوط ليه؟ اتعلمت حاجه جديده، مع ان فشلي كوارث. فانت بالنسبه لك الفشل بيكون عباره عن ايه؟ هقول لك، انا الفشل بالنسبة لي ان انا ادخل الحاجة وما اتعلمش منها. برافو عليك. لو انا طلعت ما فيش ولا معلومة واحدة، لا هتضايق من نفسي جدا. فانا بحب اخش اي حاجة، فانا هبدأ فيها وهتعلم جوه. يعني انا ما بعرفش يعني اطبخ. انت المعلومه دي بالنسبه لك هي النجاح. المعلومة هي النجاح. أنا اكتسبت زدت، يعني أنا بؤمن جدا إن أنت كل يوم ما بتتعلمش فيه حاجة ما بيتحسبلكش يوم. احنا كده انتهينا من تغيير المسار اللي حصل في حياتك. حلو. ازاي غيرت مسار حياتك بكذا تجربة بكذا مشروع، لحد ما عرفت انت وصلت فين وماسك في ايه وبتعمل ايه. مظبوط. صح. مش قوي يعني. أنا بحب أصلا القهوة والكابتشينو والرسم بالفوم كباريستا. بحب دي قوي. وإن ازاي شاء ما تنفعش اونلاين؟ دي هتعملها ازاي اونلاين؟ هتعمل اونلاين. انا فكرت اكتر من مره ان انا اعمل كده اصلا، بس ما عنديش وقت يعني. الجزء التشغيلي واخد كل وقتي، فما حلو. عنديش حته الوقت اللي انا ابدا ان انا اخصص جزء للباريستا. بس هو في دماغي، وان شاء الله انا هعمل كده قريبا. بعد شويه انا هعمل كده ان شاء الله. طب عندي سؤال بقى مهم جدا، ايه حكاية الصواني؟ يعني اخر فترة بقى بنشوف صينية بتنزل محشي كروم تنجان، أوه. ايه الحوار ده؟ انا ظاهر على السوشيال ميديا بالظبط من 6 شهور او 5 شهور. تمام. احنا كنا 90,000 قبل 7 شهور، حاليا الحمد لله احنا 220,000. ما شاء الله. ان شاء الله قبل ما الحلقه تتعرض يبقى 300,000. ايه ما شاء الله. ف سؤال، كلهم اورجانيك؟ يعني كلهم طبيعيين مش فيك؟ مفيش حد مش شاري حد مش عامل اي حاجة؟ كلهم اورجانيك. انا يعني ما فيش حد، ما فيش فولورز واحد انا مش شريك. حقيقي. اه
تمام. بعد وفاة والدتي الله يرحمها، هي توفت 12/4 السنة دي. الله يرحمه. فأنا كنت بعد الوفاة قعدت يعني فترة شهرين كده أنا مش بعمل حاجة غير إن أنا بروح المقابر وبس، وقاعد على قبر والدتي. فبعدها يعني كذا علامة وكذا حاجة كده تقول لي طب انت هتفضل كده يعني وهتكتئب. ما كنتش بروح الشغل ولا بعمل اي حاجة لغاية ما خلاص خدت قرار من جوايا ان انا هبقى احسن حد في الدنيا. فنزلت يعني الحمد لله عندي افكار كويسة كتير بس ناقصها التنفيذ. فابتديت اللي انا يعني انا مثلا لو ماشي على سرعة 20 دايس على الدواسة كده وماشي على 20، فانا قلت لا انا لازم اجيب اخر الدواسة والعربية تجمع مع الوقت. فابتديت ان انا ابدا ان انا انزل فيديوهات وان انا ابتدي اعرض صواني، وقلت انا لازم ابقى جامد، مفيش حاجه تانية، مفيش اوبشن تاني عندي. فانا هنزل وهصور فيديوهات. انا من النوع اللي بيكسف جدا، في اول اصلا فيديو انا منزله مكشر وشي اعمل كده وزعلان كده. حتى كان كل الكومنتس طب انتوا جايبين الراجل ده وهو زعلان ليه؟ ف ابتديت مع الوقت ان انا انزل فيديوهات، وكل فيديو انا بتطور الحمد لله عن الفيديو اللي قبله. الاول مثلا طريقه الكلام ما كانتش احسن حاجه، مع الوقت ابتديت الكلام بيبقى اسرع. ابتديت ان انا احسن من شكل الصينيه نفسها. طب الناس عايزه ايه مع ايه. وشوفك تلقائي على فكره، يعني مثلا انا شفت ليك فيديو قعدت اضحك جامد قوي. آه. كان نزلت كروم محشي مش عارف ايه كده مان، ففي جلاش مش عارف تحطه فين، فعمال تعمل كده بص هناك، رحت حاطه هناك فراخ وعمال تحط كده كده هيتاكل. فانت تلقائي جدا، ويعني ما شاء الله عليك بجد في الحته دي حلو جدا. انا عندي سؤال مهم جدا، انت عندك اسره طبعا، فبتعرف تعمل توازي ما بين الاتنين، شغلك واهلك، انت متجوز اصلا؟ ما انا مش عارف، ما هو انا لا اشتغل وانجح لا اتجوز، ما فيش اعمل اصلا الاثنين اصلا. فانا يعني هي الفكره معايا ايه، مثلا كل اصدقائي اللي في سني معظمهم لا اما متجوزين لا اما خاطبين، هم مش عارفين يعملوا حاجه تانية في حياتهم. يعني هو بيعافر كده عشان يتجوز. انت مركز جدا لا ازاي انا تشتغل. مركز يعني فيراري مثلا ولا بورش، انا عايز اعمل كده. حلمي مثلا في الحاجات دي. أو مثلا طموحاتهم عربيه كيا مثلا، صح. مع احترام كل العربيات. طبعا طبعا عندي سؤال مهم جدا، هرجع اسالك تاني، ايه الموقف، هتجاوبني بصراحه يا ابراهيم، هجاوبك اكيد. مش هسيبك، اكيد. ايه الموقف اللي حصل معاك سواء في طفولتك، مراهقتك، شغلك، خلاك تاخد قرار انك تنجح؟ من الاخر، اتكسرت في ايه يا ابراهيم خلاك تعاند نفسك وتنجح غصب عن نفسك؟ اكتر جزء كنت بسرفس على ترابيزه، كنت بشتغل ويتر وسرفس على ترابيزه. فانا كنت فت كده وفورمه الاول، وانا كنت مهتم بجسمي جدا. فكنت بسرفس على حد، فهو يعني الكوبايه مثلا يعني وانا بنزله الكابتشينو فاسمها سيلت، يعني الكابتشينو نزل من حته، فهو بالكوبايه وراح رازعها في وشه. فانت في موقف انت بتتعلم في الشركه ازاي تتحكم في نفسك. يعني ما ينفعش تغضب اصلا. فانت كل اللي انت بتعمله ان انت بتروح تنادي المدير، او هو مثلا شخصيه مش كويسه اللي انت بتنادي بوزيشن اعلى منك. فده حزم نفسيتي قوي، ان هو انت بتعمل فيا انا كده ليه؟ يعني انا عملت لك ايه؟ ولا خلاص هي دي غلطه ممكن تقول لي خده وبدله واكتبه لك تاني. فكان اكتر المواقف بتاعت السيرفيس ان احنا في ناس كتير غير سويه فبتتعالى قوي. فاللي هو لا انت ليه بتتعالى؟ يعني احنا مهما وصلت من حاجه لحاجه فاحنا كلنا ولاد تسعه في الاخر. فانا دي كانت من الاسباب اللي خلتني ان انا ادوس على نفسي، مش عايز حد يعمل فيا كده. ده يعني انت استحملت العتالة، استحملت الشيل والحط، استحملت الشغل اكتر من 18 ساعة، استحملت تكون موظف روتيني، لكن اللي كسرك فعلا، مفيش حاجه كسرت، مفيش حاجه تعرف بلاش اللي تكسرني. كسرك، بلاش اللي كسرك، اللي اداك قرار انك انت تنجح غصب عن عين ابراهيم هو البعد النفسي اساسا. هو وفاة والدتي في الأول وفي الآخر ده اللي غيرني 360 درجة مش 180. ده اللي خلاني أبقى ظاهر شوية. إنما قبل كده أنا الحمد لله كنت بحقق نجاحات بس بشكل مش خلينا نقول مش ملحوظ، لا هو ملحوظ بس بتباطؤ. اوكي. دلوقتي أنا مش شايف حاجة غير إن أنا بنجح، يعني مش شايف أي حاجة غير إن أنا رايح أنجح، بس أنا شايف حاجة تانية. تدي ايه 3 نصايح
حد بيسمعنا دلوقتي عايز ينجح في وجود حد عزيز عليه، في وجود حد عزيز عليهم، اول حاجه يعني ابدأ يا حبيبي، ابدأ دلوقتي، يعني ابدأ وفكك من المثالية اللي انت عايز تعملها. المثالية ما بتحققش اي نجاح. اغلط عشان تتعلم، بس ابدأ دلوقتي وانت تعرف ايه الغلط وايه الصح اللي تقدر ان انت تبنيه. مش لازم راس مال جامد قوي، انت ممكن تبدأ بأقل الافكار البسيطة. تاني حاجة، ابدأ حاول في التجارة. لو انت لسه بتبدأ دلوقتي، ابدأ بالتجارة. التجارة هي يعني اكتر حاجة بتنجح في الدنيا. تالت نصيحة هي الاستمرارية. اوقات كتير قوي في حد بيجي يقول لي طب احنا عايزين نعمل زيك، عايزين نبيع ساعات، عايزين نفتح كلاود كيتشن زي ما انت عامل. فبديهم كل النصايح، كل اللي هم عايزينه زي ما انا بعمله بالظبط بامانه. طيب يجي مثلا بعد 3 شهور ولا 6 شهور انا مش قادر اكمل، ده في 1 2 3. طب ما لازم تعدي على ده يعني عشان توصل لحاجه كويسه. يعني انت طول ما انت بادئ دلوقتي وانت شايف ان مع اول مطبين خلاص الدنيا خلاص قفلت في وشك، انت مش هتكمل. يعني الحياة مش كلها وردي، لازم يبقى في سواد في الأول عشان تنبسط بعدين. فالناس ما بتستمرش. مين اكتر حد نفسك يكون موجود معاك ويشوف نجاحك ويتهنى بيه؟ والدتي طبعا. اكيد. أكيد. الله يرحمه. اللهم. طيب تعالى بقى عشان احنا ايه دخلنا في سكة. دلوقتي انت بتشتغل كل يوم مع ناس مختلفة، وكل يوم اوردر يا اما من المعادي، يا اما من فيصل، يا اما من هرم، من اماكن متفرعة كتير جدا. مش كل الناس نفس الطريقة، نفس الكلام، نفس الاوردر. مظبوط. ايه اكتر مواقف اتحطيت فيها بعد ما قفلت السكة قعدت تضحك وتموت من الضحك كده ولو مش قادر بجد؟ أكتر موقف هو ده ما كانش ليه علاقة بالأكل، كان ليه علاقة بشركة الشحن اللي أنا شغال فيها. فكان عميل طالب من بره بطاطين، فهو بيتصل بيا، والله العظيم حصل كده: أنا بردان يا إبراهيم. طب انا يعني فانا بضحك، يعني كنت بقول له اهلا بيك كذا كذا، من اقدر اساعدك ازاي؟ قال لي انا بردان. اقدر اساعدك ازاي يا فندم؟ شوية انت محشي. البطاطين بتاعتي لسه ما جاتش. دي كانت حاجه. اكتر حاجه تانية كان معاه، كان في عميله وصل لها الاوردر غلط. ف فبنكلمها، بعتنا لها الاوردر الصح، هي اتصل بينا بتزعق لنا، فاحنا بنعتذر لك، المندوب بدل شنطتين بالغلط. فالشنطة التانية بعد ما جت بنفتحها، كان فيها بطة، نص البطة مش موجود. وهي بتتصل بيها مزعلنا: طب يا فندم فين نص البطة؟ ابني كان جعان، اعمل لكم ايه ومش اعمل لكم ايه، وكلت نص البطة واحنا مش عارفين نعمل ايه معاها. وشلتوا البط. اضطريت ان انا اتغدى بطة والله. بجد؟ طب انا هاكل البطة دي بقى، انا اللي اكملها. وفي مواقف كتير، مثلا عميل يسيب لي مثلا 200 جنيه، تحصل بقى كتير يعني. ما تبقاش انت عارف تقول له اللي انت صاحب المشروع، وفي نفس الوقت بتبقى يعني محروق من شكلك. ففي ناس بتبقى لطيفة يعني تتقبل. انا مبسوط جدا بالحلقة، مبسوط باللي انت عشت فيه. يا حبيبي. وانا واحد بجد، انا عايز اكمل معاك 5 ساعات كمان. انت شرف ليا. انت فاهم يعني؟ انا اوعد الناس ان شاء الله يكون في حلقة تانية لما تفتح 5 فروع، ب... عشان انت هتفتح ب... 5 فروع بإذن الله. في خلال سنة 25 يا ابراهيم، لو ما كانش اكتر. بإذن الله يا نادي. بجد. بجد. طيب ممكن في لعبة بنلعبها اوكي. كل اخر حلقة، بتسيب رسالة او نصيحة للضيف اللي يجي بعدك من غير ما يعرفك، ومش هيعرفها هو كمان غير لما يتفرج على الحلقة. نصيحة خاصة بالبرنامج ولا نصيحة عامة؟ خاصة بإبراهيم، طالعة من جوه إبراهيم. بص، قول كل اللي انت عايز تديه للناس وتنفع بيه غيرك، عشان هتبقى محتاج حاجة وحد تاني هتبقى انت محتاج منه المعلومة دي، فلما تيسرها على حد ربنا هييسرها عليك. فدي اكتر نصيحة يعني بؤمن بيها، لو حد محتاج حاجة اديها له على طول. ساعد الناس، ساعد الناس. كن سبب. كون سبب، واحنا كلنا اسباب. حلو، دي أكتر نصيحة. دي اكتر نصيحة. إيه السؤال؟ السؤال:
ايه اللي جابك هنا؟ والله العظيم 3 انا كنت بفكر في السؤال ده. سبقتك. اقسم بالله كنت بفكر ان انت تقوله، يعني انا كنت جوايا انا حاسس ان انت تقول كده، ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا؟ بالظبط بالظبط. نسأله السؤال ده نشوف هيرد ازاي. طب انا اللي هسألك السؤال ده. ايه اللي جابني هنا؟ اه بعد ربنا في المقام الاول، احنا ما لها اسباب 9. هو الاستمرارية اللي جابتني هنا. وانت كلمتني. صح صح. دي حقيقة. مم. مبسوط بيك. وانا مبسوط جدا بيك. وسلمني على شريكتك اسمها ايه؟ مها. مها. مم. احب اوجه لك يا مها ان بجد انت معاكي شريك انا وهتلاقي في ملايين هيحسدك عليه، على راسي. لان هو فعلا عنده شغف، عنده اصرار، مواصل، هيبقى ناجح جدا. ده طبعا لما كانش ناجح جدا. حبيبي. شكرا ليك يا ابراهيم. العفو منك. يلا بينا نقوم. يلا بينا.